كلتنا عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير يا رب. طبعا انت عايش في اعلام عامه، هو ما بيشوفش غير الزمالك، يعني هو مش شايف غير الزمالك ومشاكل الزمالك وقرف الزمالك والهم اللي في الزمالك والفلوس اللي على الزمالك والارض بتاعت الزمالك. طب انا عندي مشاكل كل ده ومكمل في الكاس. الاهلي خرج وما عندوش اي حاجه، ولا حد طلع يتكلم. لا بقى نتسحل مع المنتخب شويه عشان المنتخب وبنلعب وفاهم وماتش انجولا وكله طلع يتكلم على ماتش انجولا، وكله نسي الاهلي. خسر الاهلي من المقاولين بعديها على طول كل المواقع. احمد عبد الرؤوف يعني ما اعرفش استقاله ايه عن تدريب نادي الزمالك. اوكي، على فكره انا ما عنديش مشكله انك بتغطي خبر، وخبر المدير الفني بتاع نادي الزمالك مشي. طب وبالنسبه للاهلي خسران من المقاولين كانت عادي. ما فيش حدش بيطلع يتكلم، ما حدش بيطلع يتكلم، كلها بتدي مبررات وبتدي اعذار وبتدي كل حاجه، لكن انت عندك انت هنا هرت. ما علينا. طبعا النهارده كابتن احمد رؤوف بيستقيل من تدريبه نادي الزمالك. انا كابتن احمد بصراحه من الناس اللي كنت شايف انك ما ينفعش تكمل اصلا، يعني ما هو يا جدعان، ما هو مش كل من هب ودب يدرب الزمالك. يعني مش من كل ما عدى من قدامنا واحد يدرب الزمالك. يا جدعان هو الزمالك ده نادي صغير عشان اي حد يعدي يدربه؟ انا كنت شايف اللي كابتن احمد رؤوف لا يصلح وعارف انت، بس كل مره كنت ببقى ساكت ساكت عشان الدنيا تمشي. الفيديو اللي فات خلاص بقى مع اننا كسبانين، بس عارف انا خلاص كنت منظر الماتش ممل. مفيش كوره بتتلعب، مفيش حاجه بتتعمل، اللعيبه نفسها مستواها عمال يرجع يرجع يرجع. مفيش لعيب بحس ان هو بيطوروا حتى. اللعيبه بتتطور، لا اللعيبه بتتطور ولا خطط لعب بتتنفذ ولا طريقه لعب بتتلعب ولا بتشوف اي شكل من الاشكال الكوره عامه. فانا كنت طبعا يعني مرحب جدا برحيل كابتن احمد عبد الرؤوف. الراجل شالنا فتره يعني كان غصب عننا الدنيا بايظه والراجل جه شالنا. كتر خيرك يا كابتن احمد. ومش معنى كده اللي هو مدرب وحش، لا، بس هو محتاج خبرات كتير قوي ويدرب في انديه على ما يدرب الزمالك اللي هو. يا جدعان احنا النادي ده مش صغير عشان اي حد كده لسه النهارده بسم الله الرحمن الرحيم انا مدرب، تعالى يلا نجربك، ما تيجي نشوفك كده. وعلى فكره احنا العاده دي فينا مش وحشه. يعني ايام مؤمن سليمان لما جه وخد الكاس من الاهلي وراح ما اعرفش فين، انت من زمان عندك مدرب بس لازم خبره. مؤمن سليمان هو جاب لك الكاس وقتها وطلع بقى راح العراق وراح ما اعرفش وقاعد وبيجيب دوري وبيجيب كل حاجه ما شاء الله، يعني ربنا يكرمه. ممكن بقى ده يجي الزمالك، خلاص انت انا طلعتك نورتك، الدنيا شافتك، روح بقى خد خبرتك وخد دنيتك، ولما تبقى كويس وانا محتاجك تجيبك زي اللي بيتعمل دلوقتي مع الكابتن طارق مصطفى. اللي ان شاء الله ان شاء الله انا كان نفسي بصراحه كابتن ايمن الرمادي، بس كابتن طارق مصطفى احنا كلنا شفناه مع البنك الاهلي لما كان ماسك البنك الاهلي عمل من الفسيخ شربات. كان بينافس وبيضرب وبيخش ويرخم في الدوري ويرخم هنا ويرخم هنا ويرخم على الزمالك ويرخم على الاهلي، وكان معاه فريق قوي قوي وهو مدير فني قوي. فالكلام كله رايح لكابتن طارق مصطفى، هو اللي ان شاء الله هيدرب الزمالك، وخصوصا اللي هو خلاص يعني تقريبا برضو مشي من اهلي بني غازي. ف اهلا بك يا كابتن لو انت اللي هتبقى موجود ان شاء الله، مع ان انا كان نفسي في مدرب اجنبي بس طبعا ظروف النادي والفلوس الهري اللي احنا عايشين فيه طبعا. يا مسهل يا مسهل الحال يا رب. يعني دي بالنسبه لي انا خطوه كويسه اللي كابتن احمد رؤوف ساب النادي، والله العظيم مش عشان هو مش وحش انا فيه، بس هو فعلا محتاج خبره، محتاج مجال. الكره ده مش حاجه صغيره قوي ان انا ادرب الزمالك، ابقى المدير الفني. انت ايه مقوماتك انك تدرب نادي الزمالك؟ وخصوصا اللي نادي الزمالك بقى بالذات في مشاكل ما بعدها مشاكل، فمحتاجه واحد شاطر زي فاكرين طبعا البروفيسير 2014 دوري 2014 نزل جاب ناشئين، خد الدوري بناشئين عشان هو مدرب شاطر. لكن في مدرب هو مدرب بس مش شاطر معاه لعيبه لحد شفت اخوان بيزيرا بقى عامل ازاي، مستواه كل ماتش اوحش من الماتش اللي قبله. اوحش. كلنا شفنا شيكو مع انجولا، ده شيكو اللي بيلعب مع الزمالك؟ هتقول لي محمود اتغير، لا ما اتغيرش، هو ما لحقش يتغير طبعا من هنا لهنا، بس هو اللعيب شكله عنده كوره، محتاج برضه مدير فني يقدر يوظفه صح في المكان الصح. مش هتطلع من كابتن احمد عبد الرؤوف في وعلى هذا الاساس في لعيبه كتير هي كويسه محتاجه مدير فني يطور يلعب على الناقص اللي عندك ما اعرفش ايه. ده كله طبعا ما كانش موجود عند كابتن احمد عبد الرؤوف. محتاج خبرات ومحتاج يلف لفه حلوه على ما يجي يدرب نادي الزمالك تاني.
ان شاء الله ان شاء الله امور الزمالك تبقى احسن، واتمنى لا تبقى احسن طبعا، على الله على الله ان شاء الله. لو اول مره تشوفنا تعمل لي فولو، قول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.